تعرف إن الزلعة دي مليانة دهب وعليها تعبان كبير بيحرسها؟ دي مليانة حبوب ومية عشان الطيور تاكل وتشرب منها. يا ترى الكلام ده حقيقي؟ بص، هو الحقيقي إن دي مئذنة جامع أبو الدهب في القاهرة، واحد من أجمل مساجد القاهرة. لكن مع الأسف المسجد ده مع جماله مهجور، ووراه قصة عجيبة. ما تيجوا نعرفها. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا. أولا كل عام وأنتم بخير. النهاردة في يميش رمضان حكايتنا مع واحد من أجمل مساجد القاهرة التاريخية، مسجد أو جامع أبو الدهب. تحفة فنية بأبواب مغلقة ومحراب صامت وصلوات متوقفة. ليه مسجد بالجمال ده يفضل مهجور؟ ونصلي على النبي ونحكي الحكاية من أولها. هنرجع بالزمن لسنة 1774 ميلادية ونشوف واحد من أقوى أمراء المماليك، محمد بيك أبو الدهب، حاكم مصر وقتها، وهو جاي على حصانه يشوف مسجده بعد ما اكتمل بناؤه بجوار الجامع الأزهر، ويفكر يا ترى المسجد ده هيكفر عن الذنب اللي عملته. ويرجع بالذاكرة حوالي 14 سنة لما كان عبد بيباع في سوق النخاسين في القاهرة، واشتراه علي بيك الكبير والي مصر وقتها، واللي كان بيحلم بإنه يعمل دولة مصرية مملوكية مستقلة عن الدولة العثمانية. علي بيك الكبير أحب محمد العبد المملوكي، وكان بمثابة أب روحي ليه. علمه الفروسية والسياسة والإدارة، رباه ودربه وقربه منه، حرره من العبودية وخلاه من أقرب الناس ليه، ورفع درجة درجة لحد ما بقى واحد من أقوى الأمراء المماليك تحت إمرته. ومش بس كده، لا، ده كمان جوزه بنته. علي بيك الكبير كان بيثق في محمد بيك أبو الدهب ثقة عمياء، كان بيعتبره ابنه ووريثه والراجل اللي هيكمل المشروع من بعده. لكن الطموح والطمع حاجة تانية خالص. محمد بيك أبو الدهب اللي كان مديون بكل حاجة لعلي بيك الكبير بدأ يفكر، ليه أفضل تابع وأنا ممكن أكون سيد؟ ليه أستنى الميراث وأنا ممكن أخده دلوقتي؟ هنا هيفوق محمد بيك أبو الدهب على صوت شاد عمارته اللي بنى المسجد وهو بيقول له سموك لما تقف قدام الجامع أول حاجة هتبهرك هي الواجهة الحجرية الضخمة. الواجهة مبنية من الحجر الجيري المشغول بدقة، وفيها إيقاع معماري منتظم، شبابيك متكررة بعقود مدببة وزخارف هندسية محفورة في الحجر. المدخل الرئيسي عبارة عن بوابة ضخمة متوجة بعقد مدبب، وفوقها لوحة تأسيسية منقوش عليها اسم الباني وتاريخ البناء بخط ثلث جميل. المئذنة على الطراز العثماني المملوكي المختلط، قاعدة مربعة من الحجر وبتنتهي بخمس زلع، ومش هتلاقي شبهها في مصر كلها. وعلى فكرة هم لا فيهم لا ذهب ولا تعابين ولا أكل طيور، هما كان مجرد شكل مبتكر وقتها. في وسط المسجد صحن مغطى بقبة مركزية أكبر وأعلى، مزخرفة بالنقوش الملونة والذهبية. الإضاءة الطبيعية بتدخل من الشبابيك الجانبية المطلة على الصحن، والشبابيك فيها شبكات جصية مخرمة، مشربيات من الجبس يعني، بتخلي الضوء يدخل مفلتر وهادي. المحراب يعتبر تحفة فنية، محراب رخامي مجوف حواليه إطار من الرخام الملون المطعم بزخارف نباتية وهندسية دقيقة. فوق المحراب عقد مدبب مزخرف وحواليه كتابات قرآنية بخط الثلث. المنبر خشبي مطعم بالعاج والأبانوس، شغل رفيع المستوى. باختصار جامع محمد بيك أبو الدهب تحفة معمارية بكل المقاييس، عمارة عثمانية مملوكية راقية، مواد بناء فاخرة، زخارف متقنة وتخطيط منتظم، وموقع استراتيجي جنب الأزهر. مسجد كان المفروض يكون من أهم مساجد القاهرة، لكنه النهاردة مهجور. وعشان نعرف ليه تعالوا نرجع لبطل قصتنا وصاحب المسجد، محمد بيك أبو الدهب. وفي سنة 1773 وعلي بيك الكبير في حملة عسكرية في الشام بيحارب ويوسع نفوذه، محمد بيك أبو الدهب اللي كان المفروض يكون إيده اليمين وقائد جيشه انقلب عليه ورجع مصر واستولى على السلطة، وأعلن نفسه حاكم، وغدر بأستاذه ومعلمه وأبوه الروحي. علي بيك الكبير حاول يقاوم، حاول يسترجع ملكه، لكنه في النهاية انهزم ومات سنة 1773 ميلادية. وقيل إنه مات مسموم، وقيل من جراحه، والأرجح إن محمد بيك أبو الدهب كان له يد
بشكل مباشر أو غير مباشر في مقتل علي بيك الكبير. بعد ما استولى على الحكم، محمد بيك أبو الدهب عاش في طرف ونفوذ وسلطة، وفي سنة 1774 بعد موت علي بيك الكبير بسنة واحدة قرر يبني مسجد ضخم جنب الأزهر. طب ليه؟ ممكن يكون عايز يخلد اسمه، ممكن يكون عايز يكفر عن ذنبه، ممكن يكون عايز يغسل سمعته قدام الناس والتاريخ. صحيح بنى مسجد فخم جميل بأفخم المواد وأمهر الصناع، صرف عليه مبالغ ضخمة، حط اسمه على الواجهة واللوحة التأسيسية، لكن القدر كان له رأي تاني. محمد بيك أبو الدهب ما تمتعش بحكمه ولا بمسجده. مات سنة 1775 ميلادية بعد سنة واحدة بس من بناء المسجد، وبعد سنتين بس من غدره بعلي بيك الكبير. مات وهو لسه في الأربعينات من عمره، مات فجأة، وقيل إنه مات مسموم هو كمان، وقيل من مرض، لكن الأكيد إنه مات بسرعة وما سابش وراه غير اسم ملطخ بالغدر ومسجد جميل محدش عايز يصلي فيه. ومن ساعتها جامع ومسجد أبو الدهب رغم جماله بقى مسجد مهجور. الناس في القاهرة من زمان وهي بتتجنب تصلي فيه، كانوا بيقولوا ده مسجد بني بفلوس الغدر، ازاي نصلي فيه؟ صحيح المسجد استخدم لفترات متقطعة عبر العصور، لكن دايما كان بيتهجر تاني، ويظل واقف شاهد على ان الغدر حتى لو كسبك السلطة بيخسرك كل شيء. محمد بيك ابو الدهب غدر بالراجل اللي رباه وعلمه وحرره ورفعه ووثق فيه. غدر بعلي بيك الكبير مش علشان ظلمه، لا، غدر علشان طمع في السلطة. وكسب ايه؟ حكم سنتين ومات واتنسى كحاكم، وظل التاريخ يذكره كغدار. والمسجد اللي بناه واللي كان مفروض يخلد ذكراه الحسنة بقى شاهد على ذكراه السيئة. في حاجة هنا مهمة لازم نعرفها: البركة مش في الحجر، البركة في النية والفعل. ممكن تبني أعظم المباني، لكن لو اتبنت بفلوس حرام وبظلم وغدر، الحجر ممكن يعيش لكن البركة مش هتعيش فيه. جامع أبو الدهب تحفة معمارية، لكنه خالي من البركة لأن اللي بناه غدار. واحنا في حياتنا كتير بنواجه إغراءات الغدر. الغدر مش سيف في الظهر، الغدر أنواع ودرجات. أحيانا بيبقى كلمة أو سكرين شوت أو وعد اتقال وما تنفذش. الغدر لما بيجي من غريب بيوجع، لكن لما بيجي من حد وثقنا فيه بيكسر من جوه. الطبيب اللي بيستغل ألم مريضه مش بس خان مهنته، ده خان إنسانيته. الزوج أو الزوجة اللي بيخونوا ثقة بعض مش بس كسروا عهد، دول هزوا أمان بيت كامل. المدرس اللي بيهين تلميذه أو يظلمه ممكن يكون بيكسر روح صغيرة، مش مجرد طالب. الغدر في حياتنا ممكن يبدأ صغير، تبرير بسيط، مصلحة سريعة. في زمن السوشيال ميديا بقينا نغدر بضغطة زر، ممكن نفضح سر أو نبيع ثقة علشان تفاعل، ونبرر لنفسنا ونقول يعني عادي ما كله بيعمل كده. بس خلي بالك مش كله صح. اللي غدر قبل كده صحيح كسب سلطة، لكنه خسر سمعة وذكر وراحة ضمير. السؤال هنا مش مين غدر بينا، السؤال لما تتحط قدام فرصة غدر هتختار ايه؟ خلونا نفتكر دايما ان اللي يحفظ الود ربنا بيحفظ أثره. حتى على السوشيال ميديا ممكن نشوف أمثلة كتيرة للغدر. صديق بينشر سر صديقه على الفيسبوك عشان يكسب لايكات ومشاهدات، حد بيفضح تفاصيل خاصة عن شخص ساعده أو وثق فيه عشان يكسب متابعين أو شهرة. لما حد يبعت لك رسالة خاصة أو فيها تفاصيل شخصية وانت تنشرها وتفضحه، كل دي أشكال من الغدر. غدر رقمي لكنه مؤلم ومدمر زي الغدر الحقيقي ويمكن اكتر. قبل ما تنشر حاجه ممكن تضر شخص وثق فيك، افتكر محمد بيك ابو الدهب كسب السلطه بالغدر لكن خسر كل حاجه، حتى المسجد اللي بناه علشان يخلد ذكراه بقى شاهد على غدره مش على عظمته. جامع محمد بيك ابو الدهب واقف بقاله 250 سنه، مسجد جميل لكن مهجور، شاهد على ان الغدر حتى لو كسبك الدنيا لحظيا، لحظيا، ما هي سنوات عمر الإنسان في عمر الكون لحظة، لكن بيخسرك البركة والذكر الحسن. وفي شهر رمضان، شهر المراجعة والتوبة، ممكن نسأل نفسنا: إحنا من الأوفياء ولا الغدارين؟ بنحفظ الود ولا بنخونه حتى لو بدرجات صغيرة؟ وده كانت قصة جامع محمد بيك أبو الدهب في يميش رمضان، تحفة معمارية وعبرة أخلاقية. وهذا يا سادة ما ذكرته كتب التاريخ، والعهدة على كاتبها. والسلام عليكم، ونشوفكم بكرة إن شاء الله.
أدعوك ربي كما أمرت تضرعا